جرس الباب رن. ريم كانت قاعدة على الكنبة وبتقلب في التلفزيون. قامت علشان تفتح، لكن قبل ما توصل جوزها وقفها. استني، انت رايحة فين؟ ادخلي وانا هفتح. ريم استغربت، ليه يعني؟ مين اللي على الباب؟ اتوتر لحظة وحاول يبان طبيعي، وواحد تبع الشغل جايب لي شوية ورق لازم اراجعه بسرعة. ادخلي انت. رجعت خطوتين ويوسف راح فتح الباب، لكن عدى دقيقة 2 3 وهو لسه واقف. ريم استغربت وقالت لنفسها، هو ورق ايه اللي بياخد الوقت ده كله؟ قربت بهدوء. يوسف كان واقف وظهره ليها. سمعت الحاجة اللي هتشقلب حياتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. قصتنا النهاردة للكاتبة المبدعة سارة أزلي. وقبل ما نبدأ في القصة، اوعي تكوني بتتفرجي وانت مش عاملة اشتراك في القناة. يلا مستنية ايه؟ اعملي لنا اشتراك وفعلي زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لك كل جديد بنقدمه. وعلشان نعرف ايه الحاجة اللي سمعتها ريم وهتغير حياتها، تابعوا معانا الحكاية من البداية للنهاية. سمعت صوت راجل بيقول، الشغل ده كده مش نافع، الناس مستنية والبضاعة قلت، وكده انت هتدخل في مشاكل انت مش قدها. يوسف بيبص حواليه بسرعة. وطي صوتك، انت هتفضحنا ولا ايه؟ خد دول وامشي دلوقتي وانا هتصرف في الباقي، بس الكمية كبيرة المرة دي وممكن نتقفش، وانا بصراحة ما عنديش استعداد ارجع السجن من تاني. قلت لك وطي صوتك، انت هتودينا في داهية. خدهم وامشي دلوقتي وانا عارف انا بعمل ايه. اتجمدت في مكانها. بصت لقيته مطلع اكياس صغيرة وبيديها للراجل، والراجل اخدها ومشي بسرعة. يوسف قفل الباب ولف واتصدم لما شاف ريم. كانت واقفة وشها احمر وايديها بتترعش. فضلوا يبصوا لبعض ثواني. ريم قالت بصوت مهزوز، ايه ده؟ سكت وتوتر. قربت منه خطوة. قولي ان اللي سمعته غلط، قولي ان دي مش الحاجة اللي في دماغي. فضل ساكت وما بقاش عارف يقول لها ايه. بدأت تهز راسها. ما كانتش مصدقة ان ممكن جوزها يعمل حاجة زي كده. انت شغال في الحاجات دي؟ يوسف بيزعق فجأة، وطي صوتك. اوطي صوتي؟ انا مش مصدقة بعد كل السنين دي اكتشف ان جوزي بيصرف علينا من الفلوس اللي جاي من الحرام بالشكل ده. يوسف راح قعد على الكرسي وحط ايده على وشه. انا تعبت يا ريم، تعبت ومحدش حاسس بيا ولا باللي شايله على كتافي طول السنين اللي فاتت. والتعب يخليك تبيع اخرتك تدخل بيتك فلوس حرام؟ ازاي رديت عليا انا وبنتك اننا نعيش وناكل ونشرب بفلوس حرام؟ رفع عينه ليها وقال لها، وهو انا يعني بدأت حياتي كده؟ فاكرة ان كنت بحلم ابقى كده؟ ما كل حاجة حصلت على ايدك وشفتي كل اللي تعرضت له في حياتي وقد ايه انا اتظلمت. عيونه دمعت وكمل كلامه وهو بيقول، من 7 سنين كنت مدير في شركة، كنت عايش محترم. لفقولي تهمة وسرقوني وخرجوني. لفت سنة ورا سنة على شغل، استلفت من ده ومن ده، بعت عربيتي وبعت كل حاجة. ولما وقعت ويئست ان الاقي شغل، حد سأل فيا وانا كنت فين؟ انا وقفت جنبك، بعت ذهبي، رضيت بالعيشة بالحلو والمر، وكنت معاك في كل خطوة وانا منكرش ده. لكن ما كنتش قادر افضل متكتف واتفرج واحنا كنا خلاص قربنا نشحت ونمد ايدينا للناس. وازاي ده حصل؟ وازاي مشيت في السكة دي؟ في يوم كنت قاعد على القهوة حزين ورجليا مش شايلاني من كتر اللف على الشركات، قاعد مش حاسس بالدنيا من حواليا. فجأة قرب مني راجل كبير في السن وقال لي، مالك يا حضرة مهموم ليه بس؟ مفيش حاجة، انا كويس. هو حضرتك تعرفني؟ لا ما اعرفكش، بس انا قاعد بقالي شوية ومتابعك وانت بقالك يجي ساعة. باين عليك الحزن وانك شايل هموم الدنيا فوق كتافك. والله ده انا شايل جبال فوق كتافي، مش بس هموم. لو تحب تحكيلي انا ما عنديش مانع وفاضي موريش حاجة. حكيت له على كل حاجة وبعدها عرض عليا اني اشتغل معاه وما قاليش طبيعة الشغل، لكن مع الوقت شرح لي كل حاجة وما اجبرنيش، هو خيرني وانا اخترت لان ما كانش قدامي اي حل تاني. طب ليه ما قلتليش انك وصلت لكده؟ لاني في الاول قلت دي حاجة مؤقتة، يعني اجيب اي قرشين نعيش بيهم لحد ما الاقي شغل. شهر و2 ولقيت الفلوس بتدخل وبتزيد والديون بتتقضي وبقينا عايشين احسن، بناكل احسن اكل والبنت كمان بتتعلم احسن تعليم. وكل اللي كانوا بيجوا على الباب وبيطالبونا بدينهم بقوا بيتمنوا نتعامل معاهم من تاني. طيب وربنا؟ خفتش منه؟ خفتش من عذاب ربنا؟ هتقول لربنا ايه لما تقابله يا يوسف؟ يوسف فضل ساكت وهي بصت له وقالت بهدوء، انا هديك فرصة اخيرة، سيب كل ده، نتخلص من كل الفلوس دي، نبدأ من اول وجديد وانا واقفة معاك. فضل بصت لها شوية وبعدين هز راسه. نبدأ من جديد بإيه يا ريم؟ بالوهم؟ ولا ارجع الف على الشغل تاني والناس تقفل ابوابها في وشي؟ قربت منه وقالت، احنا عشنا بالقليل وعشنا بالكتير، وانا في كل الحالات راضية بعيشي معاك وصبرة، ومش عيب اننا نغلط، لكن العيب والحرام اننا نتمادى في الغلط وما نرجعش لربنا. تعال نسيب كل ده ونبدأ من تاني. الكلام ده ينفع في الحكايات، انما الواقع غير. الواقع محتاج فلوس
وفلوس كتير قوي كمان. يعني انت راضي ان بنتك تعيش بالفلوس دي وتاكل منها وتلبس منها؟ يوسف قام وقف. بنتي بتتعلم احسن تعليم وبتاكل احسن اكل وبتلبس احسن لبس وعايشة مستورة ومش ناقصها حاجة. لا، ناقصها اهم حاجة، ان ابوها يبقى راجل بيخاف ربنا. انا تعبت كتير وعانيت اكتر ومحدش حس بيا، دلوقتي جاي تحاسبيني؟ انا مش بحاسبك، انا مقدرة انك ضعفت، انا بقولك ارجع ولسه الباب مفتوح. يوسف بصلها ثواني وكان باين عليه انه بيفكر، لكن فجأة قال بكل عند: مش هرجع، مش هرجع، مش هرجع يا ريم، ومش هعيش حياة الفقر من تاني. ريم سكتت لحظة وبعدها اتكلمت بهدوء: يبقى طلقني. ايه؟ انا مش هعيش يوم واحد معاك فلوسك الحرام، ولا هربي بنتي منها، طلقني. يوسف قرب منها: انت مجنونة، هتهدي كل اللي بينا علشان شوية شعارات وكلام فارغ بيتقال في الاساطير والحكايات؟ بقولك طلقني يا يوسف. وانا مش هطلقك يا ريم، لو ما طلقتنيش بالذوق يبقى هتطلقني بالعافية. هقول لكل الناس على اللي انت بتعمله ومصدر فلوسك وهبلغ عنك، وساعتها هتتسجن وبرضه هتطلقني. احسن لك تطلقني وتلم هدومك وحاجتك وتمشي وتنسانا وتسيبني اربي بنتي بالحلال. يوسف سكت وخاف وبان عليه التوتر. انت طالق. لف ودخل الأوضة. ريم وقفت مكانها، وبعد شوية باب الأوضة اتفتح وخرج يوسف شايل شنطته، لكن قبل ما يخرج وقف عند الباب، أخد معاه علبة الذهب وكل الفلوس اللي في البيت. بصت له وقالت: انت بتعمل ايه؟ باخد كل اللي انا جبته. خد كل حاجة، اوعى تسيب لي اي حاجة من فلوسك الحرام. قرب منها وقال لها: لما الدنيا تضيق عليكي هتعرفي ان كلامي صح وهتيجي لحد عندي ركعة. انا اركع لك؟ مستحيل، انا مركعش غير لربنا. امشي وانسى ان ليك بيت هنا او بنت. وفعلا مشي يوسف. ريم سمعت صوت حد بيعيط، بصت بسرعة لقيت نيرة واقفة، بنتها اللي عندها 17 سنة، وشها كله دموع، واضح انها سمعت كل حاجة. جريت على امها: بابا كان كده طول السنين دي واحنا ما نعرفش عنه اي حاجة يا ماما. ريم حضنتها، وقتها الاتنين انهاروا من العياط. والايام عدت والدنيا فعلا بدأت تضيق. كانت بتحاول تخبي عن نيرة ان الحمل تقيل عليها وانها ما بقتش قادرة تكفي مصاريفها ومصاريف البيت والايجار، لكن المصاريف زادت قوي والايجار قرب والدروس بقت حمل كبير. في الاول باعت شوية حاجات في البيت، بعدها نزلت تشتغل وكانت بتروح تنظف بيوت، لكن الشغل ما كانش سهل. ريم كانت حلوة وصغيرة في السن، لانها اصلا كانت متجوزة صغيرة قوي وخلفت وهي برضه صغيرة، ما كانش باين عليها ابدا السن او ان عندها بنت بالسن ده. وجمالها وكلمة مطلقة كانت بتخليها مطمع لكل اللي بيقابلها من ضعاف النفوس. مرة ست البيت قالت لها قدام الضيوف: انتي شكلك صغيرة، ازاي مطلقة وعندك بنت كبيرة كده؟ وكل اللي قاعدين بيبصوا عليها وعلى جسمها. كانت بتحس ان نظراتهم بتعريها ومخليها مشاع ومستباحة لكل اللي قدامها، لكن ما كانتش بتقدر تتكلم او تعترض لانها محتاجة للشغل وللفلوس. ومرة راجل فتح لها الباب ومراته ما كانتش موجودة، وبقى بيطول في الكلام وبيقول: انتي لو محتاجة مساعدة قولي، انا ممكن اديكي كل اللي انتي عايزاه، مش هيخليكي محتاجة حاجة، انتي بس تريحيني وتعملي كل اللي انا عاوزه. كانت بتسمع الكلام ده وبتحس ان قلبها بيتقطع من الاهانة اللي هي شايفاها. كانت بتكتفي بالسكوت وانها تهرب من الاشخاص اللي زي دي. وفي بيت تاني كانت الست صاحبة البيت بتجهز علشان رايحة مشوار، لكنها قبل ما تنزل قالت لريم بكل قسوة: خلي بالك من جوزي، اصل بيحب يهزر كتير، يعني لو كلمك ما ترديش عليه، ولو جيت ولقيتك بتتكلمي معاه هطردك. طيب ما انا ممكن اروح واجي تاني لما حضرتك تبقي موجودة. لا طبعا، احنا جايين نجيب بالليل والبيت مكركب، لازم كل حاجة تخلص قبل ما ارجع. شوفي شغلك وخليكي في حالك، لو كنت عاوزة تاكلي عيش. ريم حاولت تخلص شغلها بسرعة، لكنها بعد ما خلصت اتفاجئت باللي بيقف قدامها ولابس روب مفتوح، وقال لها: هو انت لازم تمشي دلوقتي؟ ما تيجي نشرب كوبايتين عصير مع بعض الاول، اصل في موضوع مهم عاوزة اكلمك فيه. شكرا، انا مش عايزة اشرب حاجة، انا خلصت شغلي ومروحة على بيتي. اخدت شنطتها بسرعة ونزلت تجري وروحت على بيتها، واول ما وصلت انهارت من العياط من التعب الجسدي والنفسي والاهانة اللي بتتعرض لها. ونيرة اول ما شافتها حست بيها: مالك يا ماما، شكلك تعبانة قوي يا حبيبتي. حاولت تمسح دموعها وكانت بتبتسم علشان تداري على بنتها: مفيش يا حبيبتي، انا كويسة ما تقلقيش عليا، انا زي الفل. بس نيرة فضلت تسأل وتلح في السؤال: زي الفل ازاي بس يا ماما؟ انت شكلك تعبان وزهقان قوي.
في ايه يا ماما؟ طمنيني، ما تقلقنيش عليكي اكتر من كده ارجوكي. فجأة ريم فتحت في العياط. تعبت، كل يوم كلمة وحشة، كل يوم نظرة بتعريني، كل يوم حد بيفتكر ان المطلقة سهلة. انا نازلة اشتغل علشان نعرف نعيش بالحلال، مش علشان كل من هب ودب يبصلي، وعلشان محتاجة لهم ومحتاجة لقرشهم يبقى مضطر اسكت احط جسمي ببقي. خلاص تعبت ومبقتش قادر اتحملهم اكتر من كده. نيرة سكتت شوية وبعدها اتكلمت بحنية وقالت: خلاص يا ماما، مش هتنزلي تاني، انا مش هخليكي تعملي في نفسك كده ابدا يا ماما. يعني ايه يا بنتي؟ هناكل ونشرب ونعيش منين؟ هو احنا قدامنا حل تاني؟ انا يا ماما انا هنزل اشتغل. تنزلي ايه يا نيرة؟ انت داخله ثانويه عامه ولازم تقعدي تذاكري وتروحي دروسك. وهاخد دروسي بايه؟ الاكل بايه والايجار منين؟ انا هاجل السنه دي وخلاص. لا لا لا، مستحيل، مش هسمح لك تضيعي مستقبلك. وانت بقى تضيعي نفسك كل يوم تروحي مكان حد يضايقك؟ لا يا ماما كفايه. لا طبعا يا حبيبتي، مش هسيبك تعملي في نفسك كده ولا تضيعي مدرستك. وفرضا يعني لو اشتغلتي هتشتغلي ايه؟ ما تقلقيش عليا يا ماما، انا هدور واكيد ان شاء الله ربنا هيكرمني وهلاقي شغل كويس. انا عاوزاكي بس ترتاحي دلوقتي وما تفكريش وما تشيليش هم اي حاجه. ريم فضلت رافضه، لكن نيرة كانت خدت قرارها. وبالليل فضلت قاعده تفكر وقالت لنفسها: انا مش هشتغل في البيوت، انا هعمل حاجه محدش عملها. وتاني يوم خدت مقشه وجاروف ونزلت شارع كله محلات، نظفته كله. وبعد ما خلصت لفت على المحلات: انا نظفت الشارع كله وعاوزه حق تنظيفي. في ناس استغربت وناس ضحكت وناس دفعت، وواحد صاحب محل قال: برافو عليكي، احسن من 1000 واحد قاعد ومستني ان ابوه او امه يصرفوا عليه ويدوله المصروف في ايده. وواحد تاني قال: انت بنت محترمه، خدي دول وما تكمليش وروحي شوفي حياتك ومدرستك ومذاكرتك. نيرة كانت بترفض وما ترضاش تاخد غير مبلغ بسيط، وما كانتش بتقبل باي مساعده من اي حد. وفضلت تنزل كل يوم لحد ما وقفت قدام محل كان في شاب واقف بيبص لها باستغراب. السلام عليكم، انا نظفت الشارع وعاوز حق التنظيف قدام المحل بتاعك. الشاب ضحك وقرب منها: يعني القمر ده بينزل يكنس الشوارع؟ نيرة اتضايقت وبعدت: انا جايه اخد حق الشغل وخلاص، لو سمحت اديني الفلوس علشان امشي. انا ما قصدتش حاجه، انا بس استغربت. طلع فلوس واداها لها: خدي دول علشانك، دول كتير، انا باخد مبلغ بسيط. بص لها باستغراب: وليه مش عايزه تاخديها؟ حد يكره الفلوس الكتير؟ علشان دي تعتبر مساعده او شفقه وانا باخد مقابل شغلي وبس. اخدت جزء صغير ومشيت، لكن الشاب فضل يبص عليها وبعد شويه مشي وراها لحد ما عرف بيتها وسأل عليها. ولما عرف اسم ابوها اتصدم، لانه كان يعرفه ويعرف هو كان شغال ايه، وكمان اتعامل معاه اكتر من مره واخد منه حاجات. الشاب فضل ساكت شويه وبعدين قال لنفسه: انتي بقى بنت يوسف وعامله لي فيها شريفه. وفي نفس الوقت كان يوسف حاله بقى أسوأ، كل فلوسه راحت، دخل في سكه وحشه لانه حب يجرب من اللي بيبيعه، وزي ما بيقولوا طباخ السم بيدوق، والادمان بدأ يهلكه. وبدل ما كان بيتاجر بقى عايش على اي فلوس تجيله ويشرب بيها، لحد ما الشاب ده راح له لقى يوسف قاعد وتعبان. ازيك يا عم يوسف؟ يوسف بصله وقال له: انت مين؟ الشاب ده قاعد جنبه: فوق كده، انا جاي لك في موضوع مهم. موضوع ايه؟ انا خلاص ما بقتش ببيع، انا خلاص مفيش حاجه عندي، انا جاي اطلب ايد بنتك. بنتي؟ هو انا عندي بنات؟ ايوه نيرة بنتك دي دلوقتي ما شاء الله عروسه عندها يجي 18 او 19 سنه كده. يوسف فضل ساكت شويه وبعدين افتكر: ايوه انا عندي بنت، انت صح. طب ايه رايك بقى؟ انا عاوز اتجوزها. برضه سكت شويه وبعدها اتكلم: وهتدفع كام؟ ايه المهر يعني كام؟ الشاب ده قال له على رقم كبير. يوسف عينه وسعت لما سمع المبلغ، كان فرحان قوي انه اخيرا هيحتكم على مبلغ كبير. موافق بس مفيش فلوس قبل ما تعرف رأيها وتجيب لي الرد بتاعها الأول. لا، هتنص المهر دلوقتي والباقي وقت كتب الكتاب. الشاب في الأول رفض، لكن بعد كلام كتير وافق. وفعلا يوسف أخد الفلوس، وبعدها بكم ساعة وقف قدام بيت ريم وخبط الباب. ريم فتحت الباب، ما كانتش متخيلة أبدا إنها هتشوفه من تاني. اتصدمت ولسه بتقفل الباب في وشه، لكنه صد الباب بإيده ودخل كأنه صاحب البيت. انت جاي ليه؟ وايه اللي فكرك بينا تاني؟ باركل بنتك، جبت لها عريس. ايه؟ واتفقت معاه خلاص، وكمان اخدت المهر. انت اكيد اتجننت، مين اداك الحق تعمل كده؟ انا ابوها، ولا انت نسيتي ولا ايه؟ واعملوا حسابكم، بعد كام يوم هجيب المأذون وهيجي معايا علشان نكتب الكتاب. نيرة طلعت وكانت سامعه الكلام اللي بيتقال، وقفت مكانها مصدومه. انت اخدت فلوس علشان تبيع بنتك من غير ما تشورها ولا تسألها؟
وانا ابوها واضرب مصلحتها، وجبت لها واحد مقتدر بدل البهدله اللي هي فيها. انا سمعت ان حالتكم بقت تصعب على الكافر، بلاش بقى انعاره ونفخه كدابه. اطلع بره، اطلع بره وما تجيش هنا تاني. ماشي هطلع بره، بس هرجع تاني. واول ما الباب اتقفل نيرة قعدت تعيط. انا هعمل ايه يا ماما؟ ولا حاجه، طول ما انا عايشه محدش هيجبرك تعملي حاجه غصب عنك، ولو جاي هنا تاني هطلب له الشرطه. ما تخافيش يا حبيبتي، هو ما يقدرش يعمل لك اي حاجه. عدى كام يوم ونيرة فضلت تنزل تنظف الشوارع، لكن بقت ساكته وحزينه. وفي يوم عدت على محل كان فيه راجل كبير في السن بتاخد منه كل يوم. الراجل ده لاحظ انها متغيره وشايله الهم رغم صغر سنها. مالك يا بنتي؟ شكلك مهموم. انا كويسه. لكن الراجل ده فضل يسأل، بس فجأة حكت له كل حاجة عن أبوها وعن العريس والفلوس والخوف اللي جواها من أبوها. الراجل اتأثر بكلامها. انت صغيرة قوي على الهم ده. فعلا عندك حق، بس أعمل ايه؟ هو ده نصيبي. خلاص سيبي موضوع الشوارع ده، وانا هحاول الاقي لك شغل محترم واقف جنبك، وبالفلوس اللي هتشتغلي بيها ان شاء الله تقدري تجيبي مكان تاني يكون ايجار تسكنوا فيه وتبعدوا عن الراجل ده. نيرة فرحت وحست ان لسه الدنيا فيها ناس كويسة. بجد؟ ايوه بجد، ما تشيليش هم. روحي دلوقتي وكل حاجة هتبقى تمام. رجعت البيت وما قالتش لأمها، دخلت على اوضتها وفضلت طول الليل تفكر في الكلام اللي قاله الراجل، وايه هو الشغل اللي ممكن تشتغل فيه يكفيها ويكفي والدتها. وتاني يوم الراجل اتصل بيها، تعالى علشان عايزة اتكلم معاك. وفعلا راحت له. انا فكرت كتير وقررت اساعدكم، بس في مقابل حاجة. وشها اتغير. انا ما طلبتش من حضرتك حاجة، وشكلك كده فهمتني غلط. انا مش واحدة من اياهم. الراجل استغرب. استني بس، انت فهمتي ايه؟ انا راجل محترم ومش عاوز اي حاجة من اللي انت فهمتيها. صوابعك مش زي بعضها. امال ايه المقابل اللي انت عاوزه من واحدة زيي؟ والله انا قصدي شريف وعاوز اطلب ايدك. اتصدمت وقالت ايدي انا؟ ايوه انت يا نيرة، بس حضرتك اكبر مني بكتير. عارف، بس نيتي خير وهساعدك وهساعد والدتك. وكمان الناس لازم تبقى فاهمة ايه علاقتي بيكم، ووالدك اول ما يعرف انك اتجوزتي وفي حد في ظهرك مش هيقدر يقرب منك. نيرة كانت ساكتة. فكري ومش هجبرك على اي حاجة، وكمان انا مش مستني رد دلوقتي. خدي وقتك في التفكير ولما توصلي القرار كلميني. رجعت البيت وكانت طول الطريق مش عارفة تقول لأمها ازاي. عدى يوم واتنين ونيرة كل شوية تحاول تفتح الموضوع وتقفله، لحد ما في يوم بالليل قالت يا ماما في راجل عايز يساعدنا، راجل محترم بس طالب القرب، يعني طالب يتجوز. هزت راسها وسكتت. طالما محترم يبقى يقعد ونتكلم. نيرة ارتاحت واعتقدت ان والدتها وافقت على جوازها من الراجل الكبير. وفي اليوم اللي بعده الراجل فعلا جه، دخل وقعد واتكلم بهدوء. انا شفت بنتك قد ايه تعبت، وكمان هي حكت لي على كل اللي مرته بيه، وانا جاي طالب القرب وداخل البيت من بابه. وانا مبدئيا ما عنديش مانع نتكلم، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. يعني موافقة؟ ايوه ليه لا، حضرتك راجل محترم، ولو خير ربنا يتمم على خير ان شاء الله. الراجل فرح وقال تمام، يعني اجيب المأذون واكتب على نيرة. سكتت ثانيتين وبعدين استوعبت. نيرة؟ استغرب من صدمتها. ايوه نيرة، امال هيكون مين يعني؟ حضرتك مفكرة اني بتكلم عن مين؟ قامت مرة واحدة. انت بتقول ايه يا راجل؟ انت دي بنت صغيرة، انت اكبر منها بكتير. الراجل وقف بسرعة. انا افتكرت ان حضرتك فاهمة كل حاجة ونيرة قايله لك الموضوع. ريم فتحت الباب وقالت هو انا ما عنديش بنات للجواز. وفعلا مشي. في الوقت ده نيرة خرجت. اول ما الباب اتقفل اوعي تقولي انك كنت موافقة. وايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ده قد ابوكي. لا قد ابوكي ايه، ده اكبر من ابوكي بكتير. هو اعمل ايه؟ افضل مستنية ابويا يجي يجوزني لاي حد، ولا نفضل عايشين في الفقر اللي احنا فيه؟ قربت منها. انا اقدر اتحمل اي حاجة الا اني اشوفك بتبيعي نفسك علشان خاطر الفلوس. انا تعبت يا ماما، انا مش عايزة فلوس، انا بدور على الامان. تعالي نمشي من هنا نشوف مكان تاني، وهو مش هيلاقينا. لا انا مش ههرب من حد ومش هخاف تاني، وهتجوز الراجل ده. ولو انت يا ماما ما وافقتيش انا برضو هتجوزه. انا ما بقتش صغيرة وبقيت اقدر اقرر اعمل ايه. فضلت بصة لبنتها شوية وبعدين قالت وهي بتحاول تهدي نفسها انت دلوقتي بتتكلمي بالخوف مش بالعقل. الامان مش بيتشرى بالجواز يا نيرة، وانا خلاص تعبت من الخوف. كل يوم مستنية بابا يجي يعمل مصيبة جديدة ومش عارفة بكرة هيحصل ايه. وفي اللحظة دي جرس الباب رن. فتحت ريم وكان يوسف ومعاه الشاب اللي كان طالب ايد نيرة. الشاب دخل بثقة وقال احنا جايين نحدد ميعاد كتب الكتاب. نيرة اول ما شافته عرفته. انت؟ الشاب ابتسم بسخرية وقال وهو بيضحك باستهزاء ايوه انا. شكلك لسه فاكراني. محدش هيعمل حاجة. بنتي مش موافقة عليه. اتفضلوا اطلعوا بره والا هطلب لكم الشرطة. يوسف زعق فيهم انت مالكيش دعوة، انا ابوها ويحق لي اعمل كل اللي انا عاوزه. وقبل ما يكمل دخل ضابط
ومعاه 2 أمنا. مين فيكم يوسف؟ يوسف خاف وقال أنا يا باشا. خير، وصلنا بلاغ بخصوص إجبار بنتك على الجواز مقابل فلوس، وكمان في معلومات بخصوص نشاطك القديم وإنك كنت بتتاجر في المواد الممنوعة. يوسف بص للشاب بسرعة، أما الشاب وشه اصفر. الضابط لفله، وأنت مين أنت واسمك إيه؟ قال له على اسمه، وأخدهم الضابط وراحوا على اسم الشرطة، وعملوا محضر في يوسف والشاب اللي كان معاه، واتعمل تحريات علشان يحققوا في الشغل اللي كان بيشتغله يوسف. وبعد يومين الراجل الكبير راح لريم: حقك عليا، ومتشكرة قوي على وقفتك معانا، ولا يهمك، أي أم مكانك كانت هتعمل كده. بس حضرتك إزاي بلغت وعرفت منين إنهم جايين؟ لأني وأنا نازل من عندكم شفت الشاب وهو طالع، عرفته، هو عنده محل في نفس المنطقة، ومعروف عنه إنه داخل في سكة مش تمام. ولما شفت واحد جاي معاه توقعت إنه ده والد نيرة، فنزلت بسرعة لأقرب اسم شرطة وعملت بلاغ. يعني حضرتك ما كنتش عايز تتجوزني؟ بصراحة كنت عايز، لكن بعد ما شفت انك موافقة بسبب الخوف والفقر عرفت ان ده ظلم ليكي، وانا عمري ما ارضى اتجوز واحدة مضطرة. وسكت لحظة وبعدها كمل كلامه وقال: انا نسيت اقولك ان عندي شركة ادوات نظافة، والمحل اللي انت شفتيه ده واحد من منافذ البيع بتاعة الشركة، وكنت فعلا محتاج ناس تشتغل في الشركة، وناوي اقف معاكي لحد ما تكملي الثانوية وتدخلي الجامعة وشغالك عندي كمان في الشركة. لكني لما فكرت مع نفسي اتسرعت وقلت ليه ما اتجوزهاش، وانا دلوقتي بقولك ان مكانك في الشركة موجود وتقدري تشتغلي في اي وقت تحبيه. يعني حضرتك لسه ناوي تساعدني بعد الكلام اللي ماما قالته وانها طردتك يعني من البيت؟ ولا يهمك من اللي حصل، اي ام في مكانها كانت هتعمل كده واكتر، وانا بصراحة مش عارف ازاي فكرت التفكير ده. انا بجد مش عارفة اقول لحضرتك ايه، انا متشكرة قوي. المهم ما توافقيش على جواز الا وانت مقتنعة بالشخص، مش هربانة من ظروفك. وبعد اسبوع وصل خبر ان يوسف اعترف بكل حاجة، ودل الشرطة على افراد الشبكة اللي كان شغال معاها، والنيابة اعتبرت ان ده تعاون بعد القبض عليه. وبعد شهور نيرة كانت بتشتغل وفي نفس الوقت بتذاكر، ومرتبها كان كويس. كملت ثانوية عامة، وبعد الامتحانات كملت في الشركة عند الراجل الكبير بعقد رسمي ومرتب كويس، كان بيعاملها زي بنته قدام كل الموظفين. وبعد فترة مش كبيرة يوسف خرج بعد ما خلص مدة حبسه، لأنه كان أخد حكم مخفف بسبب تعاونه مع الشرطة. أول حاجة عملها راح وقف قدام بيت ريم وخبط على الباب وهو خايف. ريم فتحت الباب، وأول ما شافته استغربت: انت تاني؟ انت ايه اللي جابك هنا وخرجت ازاي؟ انا مش هطول عليك يا ريم، انا مش جاي طالب منك اي حاجة، انا جاي اعتذر لك عن كل القرف اللي شفتيه بسببي. ريم كانت ساكتة ومش بترد. يوسف كمل كلامه: انا تبت لربنا وندمت على كل اللي عملته، والحمد لله كمان اتعافيت من الزفت اللي كنت بشربه. ما انا كنت في السجن ماشي جنب الحيط، علشان كده ربنا كرمني وخرجت حسن سير وسلوك. وانت جاي عاوز ايه دلوقتي؟ انا اشتغلت في ورشة نجارة جوه السجن، ولما خرجت لقيت شغل في نفس الصنعة، وده اول مرتب حلال امسكه في ايدي من سنين. وطلع ظرف، دي فلوس حلال كسبتها بعرقي وشقاي، وناوي اخرجها صدقة علشان يمكن ربنا يغفر لي، وان شاء الله بعد كده اي مرتب هقبضه انا تحت امرك في اي حاجة تطلبيها انت ونيرة. التوبة دي بينك وبين ربنا، ولو عليا انا ونيرة فالحمد لله، احنا حالتنا كويسة ومش محتاجين اي حاجة، وانا مش هقدر انسى اللي حصل، لكن اتمنى انك تفضل ماشي في الطريق الصح. في اللحظة دي خرجت نيرة، بصت لأبوها وسكتت شوية، وبعدها قالت: أنا مش قادرة أسامح دلوقتي، يمكن مع الوقت الله أعلم، لكن أتمنى ما ترجعش للي كنت فيه. يوسف دموع نزلت وهز راسه بالموافقة وأخد بعضه ومشي. وبعد فترة نيرة كانت قاعدة جنب ريم: لو ما كنتيش وافقتي قدام قراري يومها كان زمان حياتي كلها ضاعت. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي ويبارك لي فيكي، وربنا ما يخليكي أبدا تعملي أي حاجة غصب عنك. الحمد لله يا ماما، ربنا عوضنا بعد كل اللي شفناه، لأن عمرك ما قبلتش بأي فلوس حرام، فربنا عوضنا بعد الصبر. وتمر السنين ونشوف نيرة وهي في الكوشة جنب جوزها اللي حبته واختارته بقلبها وعقلها. بتكون واقفة والدتها جنبها مبسوطة وفرحانة، ومن بعيد بيكون والدها يوسف لابس بدلة شيك وعيونه مدمعة بس مبسوط بفرحة بنته. بقولك ايه يا ماما، مش ناوية تحني برضو؟ اتغير قوي وما بقاش بيعمل أي حاجة غلط، مش وقت الكلام ده، خلينا يا حبيبتي في فرحتك. طيب أنا دلوقتي اتجوزت وانت دلوقتي بقيتي قاعدة لوحدك، وبابا كمان عايش لوحده، ليه ما توافقيش وترجعي له يا ماما؟ خلاص بقى يا نيرة، قلتلك مش وقت، امال امتى بس؟ يمكن بعدين. ولحد هنا بتكون انتهت الحكاية وكل واحد اخد نصيبه. يوسف دفع ثمن غلطه لكن بدأ في طريق التوبة، وريم ربنا عوضها بنتها لانها صبرت وما تخلتش عن مبادئها ولا قبلت بالسكة الغلط. ونيرة اتعلمت ان الامان الحقيقي مش اننا نتنازل ونتسرع ونقبل بجوازة من حد مش مناسب لينا علشان يخلصنا من موقف صعب مرينا بيه، ولكن الامان الحقيقي هو اننا نتوكل على ربنا وندعي له وهو هيعوضنا،
لان مفيش احن من ربنا علينا. وانتوا يا حلوين ايه رايكم في قصتنا النهارده؟ هستنى اشوف رايكم في الكومنتات، واستنوني في قصه جديده. مع السلامه.